واخيرا بعد سنين من الاشاعات نينتندو بتدينا اول نظره للنينتندو سويتش 2، ودول 6 حاجات انا لاحظتهم في الاعلان الرسمي بتاعه. اول حاجه النينتندو سويتش 2 حجمه بقى اكبر، الحواف بتاعه الشاشه بقت اصغر، وتصميم الكيك ستاند اللي في الظهر بقى مختلف، وكمان الالوان بتاعته لون الدراعات دلوقتي بقى لونها اسود او رمادي غامق، مع الاكسنت اللي حوالين الجويكون بقت بالوان الباستيل، وانا شخصيا بحب الالوان الباستيل جدا. تاني حاجه لاحظتها ان المواد اللي مصنوعه منه او الفينش بتاعه بقى مختلف. تالت حاجه هم ركزوا على الجويكون بتاعه، فاتمنى ان هم يكونوا حلوا مشكله الستيك دريفت اللي كانت موجوده على الجيل الاول. ورابع حاجه طريقه ان انت تركب الدراعات على النينتندو سويتش اختلفت، بدل ما كنت بتزحلقه زي قبل كده دلوقتي بقى بيمسك عليه من الجنب عن طريق المغناطيس. وخامس حاجه ممكن تبان بسيطه لكن في مربع موجود على الدراع اليمين تحت، واعتقد ان المربع ده هيكون زي تراك باد عشان تستخدمه ماوس على الجهاز، نفس اللي موجود دلوقتي على الليجن جو اس الجديد. واخر حاجه النينتندو سويتش 2 هيدعم كل الالعاب اللي موجوده على النينتندو سويتش 1 سواء ديجيتال او سواء بالكروت الميموري، لكن هم كاتبين ملحوظه ان ممكن بعض الالعاب ما تكونش لسه مدعومه على النينتندو سويتش 2، وطبعا ده يرجع للمطورين ان هم يخلوها مدعومه. الاعلان الرسمي للنينتندو سويتش 2 اللي هيكون فيه تفاصيل اكتر هيكون يوم 2 ابريل. قولوا لي رايكم ايه في النظره الاولاني للنينتندو سويتش 2، ولو مهتمين بالاخبار التقنيه تابعوني.